بص هقول لك على حاجه، اخر واحد يلام على تعادل النادي الاهلي امام المصري هو المدير الفني يستر، وده لانه لسه مش على درايه كامله بالفريق، والحمد لله بدا يبقى فيه بصيص من الامل في شكل الفرقه، ولكن الراجل مش هينزل يجيب الاجوان، مع العلم ان في المؤتمر الصحفي حمل نفسه المسؤوليه. تاني حاجه، احنا لعبنا 100 دقيقه، والله لو كنا لعبنا 1000 سنه ما كنا هنكسب ولا هنجيب اجوان. كميه فرص ضايعه من لعيبه النادي الاهلي، ما عندكش اللاعب اللي يعرف يصنع لك الفارق. فكك بقى من كميه الاسامي والنجوم، ما كانوش موجودين وكان الاهلي بيكسب وبياخد بطولات. حارس المصري البورسعيدي كان بيلاقي الكره يا اما في ايده يا اما في رجله، حتى الكوره بتاع الجراديشار اللي جت على الخط وفي جدل حوالين ان هي دخلت ولا ما دخلتش، الحارس اصلا لقاها في ايده. يمكن الكره الوحيده اللي الحارس ما راحش معاها هي الكوره بتاعه احمد السيد زيزو، ضربه الجزاء اللي اهدرها في اخر دقيقه في المباراه. الحظ معاند يا بيه، يعني الكوره لا طلعت بره ولا خبطت في العارضه ودخلت، لا ده انا بص هشلك انت كمشجع اهلاوي، انا هخبط في العارضه واطلع بره. للاسف انا حاسس ان لعيبه النادي الاهلي فاقده للشغف. لازم اداره النادي الاهلي يكون عندها تدخل صارم مع اللعيبه دي، ده لو عايزين ان احنا نقدر ان احنا نحقق اي حاجه الموسم ده. اختبار بسيط قبل السوبر المصري ولكن الاهلي فشل فيه. مصالحه الجمهور هتبقى بطوله السوبر المصري.